في بداية عمل اللجنة، وهذه اللائحة تم مراجعتها من قبل ممثلي مجلس الدولة اللي موجودين في لجنة الخبراء اللي موجودة معانا في اللجنة، ثم نشرت في الجريدة الرسمية للدولة وأصبحت سارية منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. أنا بقرأ لكم هنا دي صورة للي يحب أنه يحصل على صورة من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 13 سبتمبر الماضي، الشهر قبل الفائت. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الجمهورية، الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، العدد 210 تابع، الصادر في يوم الخميس 6 ذي القعدة سنة 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013. السنة 186. الثمن 3 جنيهات. فبدل ما بقرا لكم كل اللي موجود، بدل ما تشتروها ب3 جنيهات ممكن نصورها الأستاذ مصطفى للي يحب ان هو يحصل على صورة الجريدة الوقت. وهذه الصورة من رئاسة الجمهورية. هذه اللائحة تنص على أنه مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل، وليس شهرين، وإنما 60 يوم عمل. ومنذ بداية عمل اللجنة التزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها في الجريدة الرسمية، فليس هناك مشكلة فيما يتعلق بمدة اللجنة، والتي وفق الحساب الذي أجريناه وجدنا أنها تنتهي يوم 3 الحقيقة أنا عايز قبل ما نفتح باب الأسئلة، في بعض المواد اللي تم إقرارها أعتقد أنه من المهم أن نلقي عليها الضوء لما فيها من يعني جدة أو إضافة جديدة للقوانين واللوائح اللي سارية في المجتمع. المادة 8، أنتوا عارفين احنا انتهينا من باب الحقوق والحريات ومن باب سيادة القانون، ونحن بصدد الآن الباب اللي هو مقومات الدولة والمقومات العامة. المادة 8 منه والتي أقرت: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. هذه مادة تنص بشكل صريح